مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل احلى عيش كايزر بمقادير بسيطة ومكونات بسيطة ان شاء الله تكون موجودة في كل بيت. شايفين هو قد ايه شكله جميل وكمان طعمه حلو جدا جدا. حبة دقيق ومية هنعمل احلى عيش كايزر، مكونات بسيطة وان شاء الله تكون موجودة عندك في البيت. يلا بقى اللي محطش لايك يحط لي لايك، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. يلا نقول بسم الله وندخل على اول حاجة. هنا معانا كوبايه من الحليب، وحابه ان انت تحطي ميه بدل كوبايه الحليب. بعد كده هحط كوبايه من الزبادي، هحط كيس من الخميره، هحط معلقه بيكنج باودر تكون كبيره، هحط معلقتين من الخل، هحط نص كوبايه من الزبده. حابه ان انت تحطي زيت براحتك خالص. وبعد كده نزلت هنا ب5 معالق من السكر، وكمان نزلت هنا نص كوبايه من الميه الدافيه. وفي اول حاجه عملتها جبت 4 معالق من الدقيق و4 معالق من الميه، سويتهم على النار وسبتهم كده يبردوا شويه، وبعد كده حطيتهم. هو ده المكون السحري اللي هيخلي العجينه بتاعتنا هشه وجميله جدا جدا. وبعد كده حطيتها زي ما انتم شايفين على المواد السائله. نزلت بقى هنا برشه من الملح، ونزلت ب6 كوبايات ونص من الدقيق. الكوبايه اللي انا استخدماها او الفنجان اللي انا استخدمته هو فنجان واحد انا بعير بيه لكله. المج اللي انا استخدمته كان مج من الصغير، اصغر كمان من المج بتاع الشاي. عجنت العجينه لمده 10 دقائق. عايزه اقول لكم العجينه اللهم بارك جميله جدا جدا. هي فيها لمسه كده من التلزيق بس طبعا ما فيش مشكله خالص. انا عايزه اقول لكم ما شاء الله هيطلع معانا العيش هش ويطلع معانا جميل جدا. والاضافه اللي انا عملتها النهارده بتاعه الزبادي واللبن، لو انت مش حابه ما تحطوهمش، دي اضافه انا حطاها من عندي علشان يبقى العيش مغذي ويبقى طعمه حلو. انا هنا بقى عجنت يعتبر العجينه كويس جدا. بعد كده سخنت الفرن وحطيت العجينه جوه الفرن. طبعا كان الفرن مطفي. اللهم بارك، مفيش 3 4 دقايق كانت العجينه هشه وجميله جدا جدا زي ما انتم شايفين، ملمسها تحفه اللهم بارك. وهنا علشان تخلصي بسرعه ولعي الفرن 10 دقايق وطفيه، وبعد كده حطي الحاجه تخمر جواه. ما شاء الله هتخلصي بسرعه ومش هتقفي في المطبخ كتير. اليوم ده كنت عامله بانيه، فولادي قالوا لي يا ماما نجيب عيش كايزر من بره. فبصراحه كان عندي نص كيلو من الدقيق، وكان عندي كمان في حدود كوبايه كده عليه، فعايرتهم بالمج الصغير طلعوا معايا 6 مجات ونص من الدقيق. فقلت بقى اعملهم بدل ما لسه هجيب دقيق تاني، لا انا هعمل على قدهم. عايزه اقول لكم للامانه ما شاء الله اللهم بارك عطاني كميه حلوه جدا جدا. وبعدين بقى عملت لهم كده ايه كاتشب على مايونيز، والاتنين قلبتهم على بعض وحشيت بيهم. انا عايزه اقول لكم كان سندوتشات تحفه، اكني جايبه السندوتشات من بره. هنا بقى هنعمل كده زي ما انتم شايفين كور العجينة، ولا هي كبيرة ولا هي صغيرة، يعني متوسطة زي ما انتم شايفين. ما شاء الله جميلة جدا جدا. واعملي حاجتك في البيت بنظافة وما تشتريهاش من بره. والله بكون ماشية في الشارع انا واي حد بلاقي الحاجة متعرضة كده للدبان وللحشرات اللي بتطير، يعني بجد بجد لما تعملي حاجتك في البيت احسن ما تجيبيها من بره. هنا زي ما انتم شايفين انا بقى هنا كورت كده كور من العجينة، ومعايا الصاج بتاعي في ورقه من الزبده وماده دهنيه، وهسيبه بقى يخمر زي ما انتم شفتوا كده معايا. عملت الكميه كلها وغطيتها كده بصاج زي ما انتم شايفين. اللهم بارك خمرت وبقت جميله جدا جدا. اثناء ما هي ما بتخمر انا طبعا ولعت الفرن على درجه حراره 190. بحط الصاج على الرف الاوسط، وبعد كده بسيبه طبعا لمده 20 دقيقه، وبعد 20 دقيقه بفتح الفرن وبشوف لقيته جايب لون من تحت، وبعد كده ارتفع معايا بولع له الشوايه مفيش ثواني وبيطلع اللهم بارك تحفه جدا. وهنا معايا 4 معالق 5 معالق كده من الحليب، ومعلقه نسكافيه سريع الذوبان، وحطيتهم كده على بعض مع معلقه سكر، قلبتهم كويس جدا، ودهنت الوجه كده بتاع العيش زي ما انتم شايفين معايا. وبعد كده عندي هنا سمسم وحبه البركه بحط على الوش كده، وبدخل بقى الصاج على طول كده في قلب الفرن. ما شاء الله اللهم بارك بيطلع ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده العيش اللهم بارك تحفه جدا، ريحه وطعم مش قادره اوصف لكم. اول ما طلع بقى معايا كده العيش الكايزر من الفرن، جبت طبعا زبده كده ودهنت بيها الوجه كده بتاع العيش. عايزه اقول لكم ريحته تحفه وطعمه جميل جدا جدا. الحته دي ما جاتش معايا لكن للامانه انا عملتها. دهنت كده كل الوجه كده بالزبده بفرشه كده عصيها زبده وحطيها كده على الوش. ما شاء الله هيكون العيش ريحته حلوه جدا، وكمان طعمه بجد تحفه اللهم بارك زي ما انتم شايفين. دي الكميه اللي انا عملتها والله للامانه. كان نص كيلو من الدقيق، وكمان كان كوبايه كده عليهم، يعني بسم الله ما شاء الله عطونا كميه حلوه جدا جدا. يعتبر نص كيلو الدقيق بكام؟
يعتبر ب10 جنيه، والكوباية دي هنحسبوها بنقول 2 3 جنيه، يعني احنا عملنا كل اللي احنا عملناه ده ما كلفناهوش 20 جنيه. الزبادي والدقيق، طبعا اللبن بيكون موجود في كل بيت، والخميرة طبعا والسكر والزبدة بيكونوا موجودين عندك في البيت. انا عايزة اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، العيش تحفة. هنا بقى ما لقيتش السكينة المشرشرة، فاضطريت ان انا اقطع بالسكينة ديت، والله انا ناسية هي حطاها فين، فبصيت عليها قدامي ما لقيتش كده ان هي قدامي، فقلت خلاص بقى اقطع بالسكينة ديت وخلاص. انا عايزة اقول لكم والله للأمانة تحفة جدا، طعمه جميل جدا جدا. انا هنا بقى هنحط كده زي ما انتم شايفين، هعمل معاكم رغيف كده ولا 2. عايزه بس اوريكم اني اللهم بارك العيش جميل جدا جدا. عامله برجر او عامله فراخ او عامله بانيه، بجد بجد بيكون طعمه تحفه جدا. هنا بقى جبت بطاطستين كده وقطعتهم شرايح زي ما انتم شايفين، وبعد كده قليتهم كده وطلعت معايا بطاطس جميله جدا جدا، وحطيت عليها توابل البطاطس كانت تحفه. وبعد كده حطيت بقى كده البانيه، طبعا قطعه البانيه حطيتها كده اللهم بارك جميل جدا جدا. بصوا كده السندوتش، شوفوا سندوتش زي ده لو تجيبوه من بره هيعمل كام، احنا عملناه باقل التكلفه. احنا كده كده كنا هنعمل اليوم ده بانيه، فقلت لا ادم هم عايزينه في عيش كايزر اعمله لهم. انا عايزه اقول لكم ما شاء الله جميل جدا جدا اللهم بارك. انا لو انا كمان كنت سبت العيش ده شويه تاني، بس انا والله كنت مستعجله جدا اليوم ده، انا لو سبته شويه تاني انا عايزه اقول لكم كان العيش ده هيطلع روعه، كان هيبقى اعلى من كده كمان. بس للامانه هو طلع جميل جدا جدا، وبصراحه ما فيش حد داوق الا لما عجبه. طعمه حلو وطريقته سهله جدا وبسيطه، وما شاء الله طعمه بيكون حلو جدا. وزي ما انتم شايفين ده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.